فدنيا واخره لازم تتعامل مع الناس بما يوافق الكلام اللي ربنا اراده بالحسنى. ممكن حد يجي يرجع لي ويقول لي طب ما حضرتك كده الناس هتركبنا يا باشا كده، لو انا اتعاملت مع الناس بالحسنى وكنت لذيذ وظريف هيحطوا عليا ويبهدلوني. هنا بقى تيجي الحوكمه. مش بقول لك خليك ساذج مع الناس، وانما انا عايزك تكون بتتعامل كويس مع وجود رقابه ومعايير واساسيات. بص، اللي اوله شرط اخره نور. اهلنا ما كانوش بيضحكوا علينا. اشرط من الاول الظروف التي تهيئ ان الشغلانه تكون كما يرتضي الطرفين، وبقينا شايفين الحدود. اتعامل بالحسنى، وكل شويه شد خط كده نشوف الفتره اللي فاتت الاخبار كانت ايه. هل هحتاج اعدل في اسلوبي؟ هل الشخص بيتعامل كويس ولا لا؟ وهتبدا تكتشف لما انت تغير من نفسك، فهتجتذب الاشخاص اللي يقدروا يفت ويتماشوا مع الاورجنايزيشن والتيم بتاعك، وبناء عليه هتطلع النتائج اللي انت عايزها.